السلام عليكم حباباتي الغاليات، كيف دايرين؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حكاية جديدة. كنتمنى منكم التشجيع لهذه القناة، ومرحبا بأي واحد انضم جديد. وما نطولش عليكم، نمشيو نبداو قصتنا. معكم سعاد، غادي نبدا لكم كيف العادة القصة ديالي من الطفولة، باش كتعرفوا عليا مزيان وكتعرفوني كيف دايرة. أنا واحد البنت اللي كنت عايشة مفششة من صغري. كنت أنا هي الكبيرة ديال الوالدية، خلقت أنا الأولى. كنت مفشة ومخنتة اللي حليت عليها فمي كتهدر. وبقاو 10 سنين عاد جات اختي، والأم ديالي كانت كتموت عليا حيت أنا هي الكبيرة ديالها. ومن مورا ما ولدت اختي حتى هي عطاوها داك الحنان وداكشي اللي كتمنى. با كان عنده، كان خدام مزيان ومهلي فينا، ما ناقصين معاه حتى حاجة. دارنا كانت زوينة، والأب ديالي كان غادي وكيتحسن الوضع ديالو، يعني كان في خدمتو كيطلع، يعني كيترقع كيف ما كيقولوا. شرا دار أخرى، بنى الدار وزاد كمل عليها، فرشها أحسن تفريش. المهم كانوا بنات العائلة كلهم كيحسدوني وكيحسدون على العيشة اللي عايشينها. داك الوقت اللي كندوي لكم عليه كان أيامات 2006. يعني الأب ديالي كانت عنده السيارة، وكنا حنا يعني هما ديك المرقعين د العائلة. ايوا يا سيدي، هادشي اللي كاين. الحمد لله عشت مخيرة، ما نقصاني حتى حاجة. حتى ما من الماكلة كنا كناكلو كتر من الناس كاع. ايوا الحمد لله، والدينا ما خلونا ناقصين حتى حاجة. بقينا على هذا الحال والايام كتمشي. الام ديالي هنايا كانت سالت ولدات، وملي ولدات رزقها ربي بوليد، حيت كانت كتقلب عليه. فرحات وقالت صافي هادي والتوبة، حيت الولدة كانت جاتها صعيبة بزاف وفلتت من الموت. وفرحات بالولد وصافي بقينا عايشين الحمد لله. كيف ما قلت لكم ما ناقصين حتى حاجة. انا كنت مفشة شوية زايدة على اللزوم، خلاوها خوتنا المصريين. موالفة الحاجة كتجيني باردة، عمري ما جربت الخدمة، عمري ما ضربت تمارة. ملي بغات تجيني المراهقة، على من غتجيني؟ على واحد الولد كان جاو لدربنا ودار واحد المحل هو وخوه. كان دوك المحل ديال النجارة. كانت الظروف ديالهم يعني شوية صعيبة، حيت كانوا جاو غير من واحد البلاد من الدوار يعني، وداروا ديك المحل هو وخوه. وانا ولفت كل صباح ملي كنحل السرجم ديال بيتي كنشوف داك الولد، نهار على خوه، نهار على خوه، نهار تبسيمة، نهار ضحيكة، نهار شويفة. صافي وبقيت هكداك، شوف فيا نشوف فيك طاجين الحوت. اختي كانت ديما كتقول لي انت زعما هادشي اللي لقيتي ما لقيتي غير النجار، وهو مصاب خدو هو مول الشي، خوه هو اللي مكلف كل شي، هو غير متعلم عند خوه، والولد جاي غير من الدوار. وانا هادشي هذا كان كاع ما كيعمر لي راسي، هي انا اللي في راسي. صافي بقينا على ديك الحال، شوف فيا نشوف فيك، حتى واحد النهار هنايا كنت كبرت وليت زوينة. كدب عليكم نقولكم طولة وتجريدة لا، كنت قصيرة ولكن كنت زوينة. مهم كنت واحد النهار يعني مقاصدة خارجة، كنتمنى داك النهار انا نشرك معاه الحديد، غندير قلت شي سبة ولا وطارت معزة باش غادي ندوي معاه ونشرك معاه الحديد. داكشي اللي كان. خرجت وبقيت غادا جاية حدا المحل شوية وانا نسولو السلام عليكم. عليك السلام. حتى هو كان على سبة، وانا نقولو واش نتوما من هنا من هاد المدينة؟ هو يقول لي لا. ايوا قلت له مرحبا بك، ولا احتاجتي شي حاجة الدار راه هي. زعما فحال هو ما عرفنيش انا ساكنة تما.
إيوا المهم بقينا كنضحكو مع بعضياتنا، كندويو شوية وهو يبان ليا با جاي من الخدمة، السيارة ديالو طالعة وأنا نجري للدار قبل ما يشوف، غيقول لي: "ما بقاو لك غير المتعلمية ديال النجار تدوي معاهم." جريت للدار، صافي دخلت، كنت طايرة بالفرحة فحالي دايرة شي إنجاز، كيف عاودت نختي وهي طير فيا وتضحك عليا، قالت لي: "زايداها بالدل." والله يهديك على راسك. صافي المهم أنا كنت واحد البنت اللي بحال اللي قلت لكم مفشة، كل نهار لبسة ونشري اللي بغيت وفاتحة عيني في الخير. الولد مسكين كان على قد الحال وفي حالته باين، كان كيبقى لابس واحد السروال ديال الجين وواحد التيشيرت السيمانة كلها ومحرتكين وبالين، وكان مسكين يعني زينو على قدو. انا ما عرفتش اصلا شنو كان عاجبني فيه، زعما ماشي كنت واحد البنت اللي محبسة في الدار ولا ما كنشوفش الزين باش انا وقعت في هاد الفخ هذا، لا. ولكن ما عرفتش شنو طرالي حتى وليت كنحماق على داك الولد وعلى ديك الشرجم وعلى ديك الدرب وعلى ديك النجارة، وليت كنموت عليه، ريحة اللوح وليت كتعجبني. صافي المهم الأم ديالي بدات كتلاحظ هاد الشي، بقات كتلاحظ هاد الشي فيا بلي غير نوض نمشي نشرجم، حتى لواحد النهار وهي تشريها لي مع اختي، قالت لها: "فلانة كطلع على هداك الولد اللي مع النجار." ايوا مو هاديك النهار عطاتني، كانت عمرها ما ضرباتني حتى داك النهار هداك. الام ديالي ما رضاتشي وما عجباش الحال وقالت لي: "انا يشوفوك الجيران ومشيتي وهضرتي معاه واش نتي مسطيه ما بالك غير هداك." ما خلت فيا غير اللي نسات. المهم انا داك النهار هداك قطعت الكلام على اختي وقلت لها: "ماشي من هالنهار ما غاديش نبقى نعاود لك على اسراري." كان كيبان لي بلي اختي كتكرهني. ايوا صافي المهم الام ديالي بقات راده معايا البالونه من داك النهار، وانا ما بقيتش يعني فيا ديك الحاله اللي كانت فيا، نقصت شويه ما بقيتش كنطل. ولكن المهم داك الشيء اللي عطاني على ديك الولد، كنت كنسايل الام ديالي غير تخرج ولا تمشي شي عرس ولا شي عائله باش كنخرج انا نطل. المهم ندير السبه باش نخطف داك الشويفه. ايوا صافي حتى لواحد النهار هو يغبر. ايوا السيد بات ما صبح. أيوا هاد الجالة ما سكتني، بقيت كنطل وبقيت ما كرهتش نمشي نسول عليه خوه ونقول فينا هو فلان. ايوا بقيت على هاد الحال نهار وانا في السرجم. ايوا صافي طال صبري وخرج داك النهار وبقيت كندور حدا ديك المحل شوية وهي تخرج عندي البنت اللي كانت ساكنة بنفس الدار اللي كان فيها الكراج اللي كانوا كاريين ليهم. ايوا جبت معاها الحديث، واخا داك البنت كانت كاع ما كتسوق لي وقالت ما كدويش معايا وما عدناش مع بعضياتنا واخا كنا جيران. هذاك النهار انا قلت والو غادي نشرك معاها الحديث. ايوا بقينا منك السلام حتى دوينا. ايوا قلت لها: "كريتونا النجار يا اختي كيدير الصداع، كون كريتو شي واحد اخر." المهم بقينا منك حتى قالت لي زعما بلي هادو ناس رواج وجاو غير من الجبال وباغيين يبنيو المستقبل ديالهم، وهداك الولد اللي كبير هو فلان واخر غير خوه وكان كيخدم معاه غير في الصيف و... ودابا رجع للبلاد. وهنا فحال اللي ضرباتني مشيت صرفيخة. المهم عطاتني بزاف د المعلومات اللي كنت محتاجاهم. صافي رجعت للدار دموعي على خدي. ايوا عملت لك واحد الغنية كانت حزينة معروفة في داك الوقت بقيت كنسمع ليها وهايشة الدور شوية وهي تجي عندي اختي وتضحك عليا واهيه وكاكا واهيه وكاكا. شوفوا بنت مصدقة راسها وتقول ما نعرف شحال عايشة وهي وياه. مسكينة اسمح ليها في الدراري. ايوا عرفتي وانا كنت نغلى من الداخل سير في حالك عليا ونلوح عليها داك الشي اللي محطوط حدايا. ايوا المهم تحصل كنت دايرة الضحك في راسي. ايوا يا سيدي هادشي اللي كان هاد الوقت كانت عندي واحد الصديقة ديالي الانتيم اللي كانت عرفت وكنموت عليه وكتموت عليا، كانت نيت من العائلة.
وكنت كنتشارك معاها هاد الشي، وكانت كتديني في هبالي، عمرها ما نصحتني بشي حاجة اللي زوينة، نقول لها هادي تقول لي عندك فيها الحق، كانت كتمشي في الهوا ديالي، وهاد الشي اللي كان عاجبني فيها. إيوا عاودت ليها وعطاتني ودنا وعطاتني النصيحة زعما وقالت لي تفرطشي فيه، انتينا عشتي في الرفاهية، هو مسكين غير درويش ومحتاج الحنان، هادي بعدا حنات فيه هي كاع ما كتعرفو. إيوا بقات كتعمر لي راسي، إيوا فاتو غير شي ما تقلال وانا نطل وهو يطل عليا القمر، وانا نشوف واقف حدا الباب ديال المحل. إيوا هنا لقيتو كيسايني نطل، غير طليت هو يبتسم وانا نضحك معاه، هذاك النهار ما بغاش تجمع ليا الضحكه، قيالة نضحك. ولاحظتني اختي وغير شافتني وهي تعرف فيا شي حاجه، ملي طلعت من الشرجم وشافتو وهي تعرف وجات لعندي وقالت لي ها مشلمة ما فرحتي عليه، هو مسكين مازال لابس ديك السروال وديك التيشيرت اللي مشى بيهم مشى بيهم جا، يا ناري وعلى من طاح حبك، وتضحك عليا وتعطيني وكنت نستاهل. ايوا هادشي اللي كان، بقينا على هاد الحال حتى تطورات العلاقة، بدا السيد كيصيفط ليا الرسائل، يكتب ليا في البراوات، ايوا في الايامات ديال الكابوسطالات والايامات ديال كان كيكتب ليا الرسالة بحال الجريدة، ويدير لي كالبوسطال، وكانت ما عندها حتى معنى على الحب، كانت فيها تصويرة ديال شي مغارة ولا شي تصويرة ديال شي بحر، شي جزيرة، ما عرفتش انا شنو الدور ديالها ديك الكاربوستال كان كيديرها لي بديك الرسالة. ايوا ويرسم لي ديك القلب وديك السهم كيهز في الوسط، ايوا ويساين حتى يعرف باللي ما كاين حتى انا كنت كنطلع عليه من الشرجم كنقول له يلا سير دغيا دغيا. ايوا يا سيدي وكان كيدير لي ديك البرا تحت الباب، ونبقى نقرا فيها ونشم في ديك الورقة اللي كانت فيها ريحة ديال اللوح وديال البرنيز وديال الكولا، ونديرها تحت المخدة ونوض وضربني فايقة بالليل ونقراها ونرجع ننعس ونوض ونبتسم وغير كنضحك وفمي انا مشرق عايشة الدور. وحتى انا كنت كنكتب ليه الورقة وكنلوحها ليه، هو عاد كيجي كيجري كيدير براسو بحال اللي غير دايز وكيهزها، مهم دايرين الضحك في راسنا وصافي. ولكن من هادشي كله كانت البراءة، ما كانش هادشي اللي كاين دابا، حتى من التليفونات كانوا قلال، كان يلاه بدا كيبان ديك الامسان، وكان يعني اللي عنده البيسي هو ما عرفت شكون. انا كان عندنا البيسي في الدار على حساب الخدمه ديال الاب ديالي، كنت صايبت الامسان ولكن هو مسكين من عيجيه الامسان ومن عيجيه الوقت كاع، هو كان غير كاري وحبيت هو وخوه. ايوا صافي السيد ما كان عنده مينيت تجمع. ايوا بقينا نهضروا حتى وليت انا واحد البنت اللي ناضجه واعيه، وانا مازال لاصقه فيه ولا لاصق فيا. ايوا تصوروا يا البنات شحال بقينا انا وياه، 7 سنين اخوتي، 7 سنين ما يجمعها غير الفم. هو النهار اللي دويت معاه كان مازال ديك اللحيه دايره في وجهه بحال اللي نايضه فيها التونيه، شويه لهنا شويه كي كان شويه كي كان، وكان مازال كيبان بريء. ولكن ملي بقينا مع بعضياتنا ولا يكبر هو ويشيب قبلتي، وحتى انا هيداك كنت مازال صغيره، وبهاد المده اللي عرفنا فيها بعضياتنا كبرت وجاو العرسان وكان كنرفض، يعني المهم شديناها ديال بصح. وهو هنا كان شاد الصنعه، وحتى داك خوه كان مبقاش معاه، ولا هو الباترون وجاب الخدامه وشويه بشويه يعني الخدمه ديالو كانت كتطور. هو كان واحد الولد يعني صراحه الله اللي كيخدم وكيدمر، ماشي شي واحد اللي مفشش. خوه كان رجع للبلاد، هو ما قد يرجع وخا يعني تكرفاس وجهه ترى غالي وملي بقى غير بوحدو، ولكن هكاك وبقى يعني ما فرطش في خدمته، شويه بشويه ولا كيتعرف، ماشي غنقول لكم يعني ولا شي حد مشهور ولا شي نجار معروف، ولكن المهم خدام وعنده باش يكريو وباش مدور الحركه. في هذا الوقت بدا كيلبس شويه مزيان وبدا كيزيان
ومهم ولا عاطل العين. العلاقة ديالنا كانت بريئة، بريئة بزاف بزاف كاع. هاد الشي وهاد المدة اللي كنقول لكم كاملة ما كناش كنقدروا لا نتلاقاو ولا حتى حاجة، من غير لا كنا كنخطفوا هكذا شي وقيفة أنا وياه غير في الدرب، ولا يعني مهم أما زعما باش يمشي الإنسان شي قهوة ولا يدير شي رونديفو ولا هادشي اللي كاين دابا ما كاينش منه. إلا وقفنا أنا وياه غير شي نص ساعة هيدا فشي زنيقة ودوينة، راه حنا بحال اللي راه تلاقينا فشي بلاصة اللي زوينة. إوا صافي بقينا مع بعضياتنا، ملي كيجيو الخطاب ما كنبغيش، ولات سيرتنا على كل لسان. المهم العائلة كلها ساقت الخبار فلانة كتهضر مع النجار، كلشي ولا كيعرفنا، ولينا معروفين. في هاد الوقت هذا كانوا خرجوا داك التليفونات إلا عقلتو عليهم، كان سميتهم باين وانا، كان واحد ليك واحد اللي عزيز عليك. إوا في هاد الوقت راه تطورنا، شرا واحد ليا وواحد ليه. إيوا يا سيدي بقينا كنبقاو نهضروا حتى للصباح. شكون فيكم باقي عاقل على هاد الأيامات، هاد التليفونات هادو؟ خليها ليا في كومونتير. الجيل الذهبي من ديال التسعينات، الآن الحياة كانت زوينة سبحان الله. ما عرفتش، المهم واخا سبحان الله دابا يعني كاين التطور وكاين كلشي وأي حاجة بغاها الإنسان كيلقاها، ولكن كيجيني فحال هداك الوقت كانت شي حاجة فيه حلوة. كان الإنسان كيعيش واحد ما عرفتش غنقول لكم. المهم ديك الحلاوة هاديك ما بقاتش دابا. المهم دابا كلشي ولا باسل، ولا كلشي مفتوح، ولا كلشي هاد السوشيال ميديا يعني هي مزيانة وعيانة في نفس الوقت. ما علينا، هادي غير نقطة. صافي بقينا كنهضروا ونصبحوا الصباح أنا وياه حتى ولات فحال اللي قلت لكم سيرتي على كل لسان. فين ما نتلاقاو في شي مجمع مع العائلة، إيوا فوقاش غيجي فلان، فوقاش غيخطبك فلان، وأنا بحال اللي حاسبة راسي راني مزوجة به كندوي عليه. فين ما مشيت ندوي عليه، إلا كنت غنخرج مع ماما نصوني عليه ونقطع هو يعيط ويقول لي واخا إلا قال لي لا ما نمشيش والحكام. صافي حتى لواحد النهار والأم ديالي جات لعندي، هي قالت لي يا بنتي اش هاد الشوهة اللي دايرة لي، العائلة كيعايروني بنتك كتهضر مع فلان، واش حنايا عباد الله غنتناسبوا مع النجار؟ وحنا عائلة كيف ما كتعرف يعني كل وحدة واش كتاخد. بنت خالتك خدات فلان، بنت عمتك خدات فلان، وانتينا على اخر ايامك عتجوج بنجار. ام الصبلو كان غير شي نجار اللي همه وشان، هو غير ولدو كاري غي كراج. مهم ما عندهاش معاه، الام ديالي كتحتقرو ما عندهاش معاه. ولكن انا واخا يقولوا لي اللي قالوا كيبان ليا هو سيد الرجال، غير ما كيزيد يحلف عيني. ايوا صافي الام ديالي كتهضر وانا ديك الكلام كيدخل ليا من هنا ويخرج ليا من هنا. كانوا كيجيو العراسات كنمشي نحضر. واحد النهار كان عندنا واحد العرس العائله، ايوا يا سيدي كانوا عندنا الميله ديال الراجل يعني. مشيت شريت شي حويجات اللي غادي نحضر بهم الليله. هو يسولني قال لي شنو شريتي؟ قلت له حاجه فلانيه وهذا. ايوا هو يدور فيا قال لي واش هذاك اللباس تلبسيه وخرجي نسترجم نشوفك. خرجت نشرجم نقيس على ساعدي ووعدي، هو كيشوف قال لك والو عنقك كيبان. وانا زعما كنبرر له وعباد الله وتقول مزوجه به وضربه به كغد سناتي. ايوا كنحتار من الكلام ديالو. الاب ديالي لا دوا معايا شي بعض المرات ما كنديهاش فيه. الاب ديالي مسكين يقول لي ديك الحاجه ما جاتكش قصيره حيديها، كنت ما كنصنتلوش. ولكن إلا دوا سيد الرجال صافي كنقول هذيك هي الكلمة، كلامك هو الكبير، ونسمع له كلامه. إلا تخاصمنا أنا وياه نبات الليل نبكي ونعيط لصاحبتي تجي تبات معايا، ولا نمشي لعندها أنا كيف ما قلت لكم هي من العائلة، وندير ليها الثقبة في القلب ونبقى نبكي ونشكي وننغط ونبكي حتى يصوني ديك التليفون. واحد النهار كنت درت واحد الفلطة كبيرة، كانت الصيف، وكان قال لي ما نخرجش مع شي الدريات من العائلة، وانا هرست كلامه وخرجت. ايوا ملي جيت كانت يعني كيعيط عليا وانا ما جاوبتوش. ملي جيت للدار لقيت المكالمات ديالو وانا كنترعد ربما ما كنتش كنخاف منه بهاد الطريقة. ملي عيط لي تكلمت له قال لي خرجتي بلا خباري وسمعتي شي كلامي وهذا وهذا، نبرر له كان يبكي والدمع من عيني.
ولا كانت معنا حتى بنت خالتي فلانة، ولا إيوا سيدي قطع عليا ونفخ عليا. داك الليلة غنقول لكم، الليلة كلها وأنا كنصوني عليه، نقول لكم يعني من 12 الليل حتى ل5 الصباح وأنا كنصوني، حرام ولا جاوب. وأنا عرفتي دموعي على خدي ونبكي ونناض حتى نوض داك النهار حتى ل2 وعينيا منفوخين وما كتسول وأنا نكذب عليها ونقول لها راه كلشي ضراني. المهم داير فيا حالة حتى ولا كيتحكم فيا بواحد الطريقة اللي ماشي طبيعية. إلا قال لي هو الحاجة ما نديرهاش ما نديرهاش، قال لي نديرها كنديرها. صافي هنايا بدينا كنبسالو، زوجو الناس ولدو وانا مازال كتساين فيه هو داك الشيء هو ما تزاد عليه والو. داك الكراج قول واش زاد فيه حتى شي ماتريال ولا زاد شي حاجة اللي يفوج عليا بها بعدا نحمر بها وجهه ونقول بعدا الراجل راه كيطور من المشروع ديالو. داك الكراج كيزيد غير ما كيخوى. ايوا المهم بقينا على هذا الحال، دايره الضحك في راسي وانا منو نخلق. اول راجل فتحت فيه عيني بقيت لاصقه فيه. ايوا با يفشش فيا ويخرجني ويخلي ما يدير ليا، وانا الا قال لي هو الكلام ما نطيحلوش كلامه. أبا مسكين حتى هو ساق لخبارنا هاد الشي ودوا مع ماما وقال ليها قلات دير عقلها وما تحشمنيش وحشومة هاد الشي، وإذا باغي يتزوج يجي للدار وماشي هيدا. واش عباد الله أنا الدار غادي نرحل منها إلا ما غاديش يمشى واحد النهار وتبرى منه. مرضاش وما جبر فين يديرها وقال لي باه كي جا وقال لي حشمني قدام الدري اللي خدام عندي وانا نبرر له وسمح ليا وهادي وهادشي هذا كامل عمري ما قلت له يجي يخطبني. حيتاش حنايا البنات التصعينات كاين فينا واحد النفس بلا ما نقول لك يعني كان ما عرفت. المهم ما عرفت واش هذيك كانت نية ولا هي كان المفروض هاد البنت تقول له اجي لدارنا اجي خطبني اش كتساين. ولكن لا، هي كانت كتساين المبادرة تجي من عنده، عمرها ما قالت له هاد الكلمة. صافي بقاو هكاك وزادو حتى وصلوا ل8 سنين. واش كتعرفوا شنو هي 8 سنين عباد الله؟ الناس ولدت ولادها. حتى ما اختي الصغيرة جاو فيها الخطاب وغادي تزوج وانا بديت كنكبر. كبرت كاع ماشي بديت كنكبر، هنا كانت عندي راه 32 سنة ماشي باقا صغيرة. اش كان ساين الله اعلم، هو السيد كبر وانا كبرت، شي حاجة ما تزادت عليه. مهم بقينا هكا حتى واحد النهار صافي طال صبري قلت له واش ما غاديش تجي تخطبني، راني وليت علكه كيمضغوها العائله كلشي كيدوي فيا. هنا قال لي لا قبلتي عليا غادي نجي. انا كنخاف نجي والاب ديالك يرفضني. قلت له والو، خصك تجي للدار حيت هادشي اللي دايرين فيه ما كيدارش. الناس راه ولات ولادها، بديت كنطفر معاك الشيب، انا عييت. صافي السيد مشى لبلادو هضر مع الوالدين ديالو، مشى جاب عائلته وجا واحد الناس اللي مساكن دراوش 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 مهرقين مرة عليها. عرفت السيد علاش ما كانش كيبان عليه والو، ما كان كيجمع والو حيت هو اللي كان مكلف بالمصروف ديالهم، كان اللي كيشدها كيصيفطها ليهم لأن خوتو الصغار كيقراو وهو خدام عليهم. اللي جاو مهم الام ديالي كان اصلا هادشي هذا ما عجبهاش من الاساس. ملي جاو عائلته زادت كتر وكتر، لقاتهم واحد الناس اللي يعني مرة ما عندهم والو، ما كيكسبوا والو، ما كيعرفوا يلبسوا، ما كيعرفوا يهضروا. المهم الناس عاديين مساكن دراوش. ولكن الام ديالي ما عندها ما تقول، كتقول لي انا بنتي صافي لاصقه في هاد السيد، الا لا زدت معاها غادي دير ليا شي فضيحه ولا غادي تهرب ولا. عضت بالصبر وصافي داروا لي خاطري ديالنا الخطيبه. تفاهمنا مع السيد ما عنده وين يبدا، كان كاري غير واحد البيت كيف غادي نديرو نعيشو انا وياه فيه. وانا كنت طايره في الهواء كنقول الله الله الاحلام ديالي غتحقق واخيرا غادي نتزوج فارس احلام. بقينا مخطوبين حتى واحد النهار جا عندي الاب ديالي وقال لي شوف بنتي، هذاك الولد ما كيبان ليا فيه، ما غادي يدير لا دار لا دوار، انت غادي تبقى حتى غديري 40 عام.
دابا اللي غنقول لك هو ملي انتِ اختارتي المصير ديالك أنا غادي نتعاون معاك. قلت له: با ما هواش غتديري معايا والله يرحم والديك. قال لي: غادي نعطيكم الدار اللي عندي في البلاصة الفلانية، غادي تمشي تعيشي أنت وياه تما وتزوجوا وديروا العرس وصافي وسير ديري وليداتك وصافي وبدا حياتك إلا بقيتو هكا راه ما غديروا والو. واش غنقول لكم؟ باش نقول لكم يا الحبايب هادشي اللي كنت كنتسنى نسمع من عند با، الحمد لله سمعتو دابا. إوا صافي هي هاديك، مشيت عيطت عليه قلت له هادشي، السيد صاحبكم قال لا ولا حشومة ولا عزيت نفسي ما تسمح لي، لا بحال اللي ضربتيه في السفنجة، جاتو من الجنة والناس، فرح وبدا يسول لي الدار واش مفرشة ولا خاوية، باغي با حتى الفراش يفرشوا ليه، وداكشي اللي كان اللي علمكم الله. الام ديالي بدات كتعطيني والاب اللي يشري لي حتى فرشنا ديك الدويره، درنا العرس ديالنا. طبعا انا اللي درت عرسي، دار لي الاب ديالي واحد العرس اللي كان زوين بزاف، عرضنا على الناس، جاو ديك العائله ديالو اللي كانوا الدراوش ام عرس كين، دخلوا حضروا، مهم الناس كلشي كيدوي كلشي كيهضر كلشي كيقول اشنو هاد الشي، اش هاد الحطب، اش هاد الشي اللي دارت في لهنا، الراجل ما هو راجل، خدمة ما هي خدمة، والدار ما عندوش وزيدها الأب ديالها عاطيها الدار. لكن أنا كنت مغمضة عينيا على هاد الشي كامل كيبان ليا هو سيد الرجال. صافي درنا عرسنا، مشيت لداري حققت حلم حياتي، كنا فرحانين، دوزنا غير شي أيامات وأنا نكتشف بأن الراجل كتافو باردين، تتجيه الخدمة وهو ما باغيش يخدمها، عكزان كيخدم داك الشي قليل وديك البركة اللي كيشد خصو يسرطها لعائلتو. ايوا انا نقول له ولد الناس، عاش هاد الشي، واش هاد الشوهة، واش هاد التبهديلة، واش انا مسانسة بالقنبة والكالامار والميرنة والكروفيت في دارنا، اجي عندك غادي نبدا ناكل بوطة ديال السردين. الله يا خي نوض خدم عليا ياك بعطاك الدار، ودابا خصك تنوض تخدم عليا. ايوا واخا انا غنخدم انا غندير انا غنفعل والو، الراجل مرة مقتول كيمشي المحل كيجيوها الخدامي كيقول لا ما غاديش نقد عليهم انا ما عنديش حق الوقت، ما كيشدش الخدمة حتى بقى كيجي عنده حد، حتى ملي الكرا ديال المحل بدا كيطلع عليه. المهم الشوها الجواج ديال الهم مسلاس، الدل المدلدل، وهذا اللي انا دايره في راسي. ايوا هنا عاد بديت كنعرف وبديت كنعيق وبديت كنفطن وبديت كنشوف راسي والقالب اللي درتو لراسي والحالة اللي درت في راسي، واش انا كنت في دار با معززة مكرمة حتى وليت كنفكر ندير المسمن والحرشة ونبيعهم للدار، ما كنتش كنرضى نمشي نشكي الوالدية. حاجة وحدة اللي كنت كندير هي كنمشي لدارنا وكنبقى نبات معاهم، كتقول لي امي هذا هو كنتي خصك فوقاش تزوجي به، نهار اللي تزوجتي بليتي تبات معانا بالسيمانة، وانا كنت كنبات معاهم غير باش نملي بطني وباش ناكل، لحقاش انا كنت واحد البنت اللي وكاله وعزيز عليا السقاطه والديسير وعزيز عليا الثلاجه تكون عامره، ولقيت انا غير الهوا والبرد في داك الدار، حرام ولا كيدخل عليا حتى درهم ديال الزريعه، كيجي غير هو بكمارته داخل وصباط وخانز وبطوابق وبالروايح، والحاله ما هي حاله. يخ من الزواج الا كان بحال هكا، هذاك الولد اللي كان كيبان ليا هو سيد الرجال ولا كيبان ليا حالته، عاد بدا كيبان ليا على حقيقته، حديت كنعيق. ايوا صافي هذه هي حياتي، عاودتها لكم من الاول وبغيت نعاود لكم حكايتي ونتشاركها معكم غير باش ننصح البنات ونقول لكم اللي كتقرا شي قرايه تقراها وتكملها، واللي عندها شي صنيعه تزيد تطور منها، وما تعمروش راسكم بالزواج وانتم صغارين، عمروا راسكم بالحاجه اللي تنفعكم بعدا، باش تلا لقيتو داك الراجل ما صالحش تكون بعدا عندك شي صنيعه اللي تخدمي بيها طوري بها الحركه. اما الا كنتي مولفاش لفشوش في داركم وجبرتي شي راجل بحال هذا راه غتعاني يا اختي. شحال من وحده اللي كتكون موالفه قلت الشي وإلا جات من عند الراجل ما عندوش كتعرف تعيش معاه، ولكن انا لا، انا ما عرفتش الصراحه بيني وبينكم والله ما عرفتش نتاقلم مع هذا الجو،
واش انا في الصباح نوض ما نلقى خبز ما نلقى حليب ما نلقى حتى حاجه، كل نهار خصني بنفس الموال غير باش داك الراجل يجيب لي داك الحليب في يدو. اما القهوه وهذا الشيء بعدا هو والفرماج ما دايروش في القاموس د حياته. قال لك هو في دارهم ما كانش كيقول هذا الشيء، هو ماشي على ديك السيستم اللي كان مولف في دارهم. ولكن لا كان خدم ودمر كان غيدير احسن من داك الشيء، بالعكس خصو كان يكون كيفكر في وليداتو الا دارهم يعيشوش داك الفقر اللي عاشو هو، ولكن لا العكس. راجل ينوض حتى فوقاش ما قالو عقلو عادي يمشي يحل داك المحل، يبقى يحك تما في شي لويحات، شويه يسد داك المحل يمشي للقهوه يجلس مع صحابو يرجع للدار خانس حتى ملخصين ما عندوش معاه. حليت عيني لقيت راسي درت راسي واحد القالب اللي كبير، خرجت على راسي كان بامكاني ناخد شي حد اللي من المستوى ديالنا. هو الزواج قسمة ونصيب، ولكن حتى النصيحة د الوالدين كتكون مزيانة. هذا من الأول كان باين العربون، ولكن أنا لا. الراجل اللي مرفضش النهار اللي قالوا الأب ديالي يعطيه الدار عرفو ما فيه نفس، البوطة فيها النفس عليه. ولكن أنا هادشي كامل ما كانش كيبان لي حتى دخلت للقفص المصدي ماشي الذهبي. إيوا يا البنات بغيت غنصحكم، والحكاية ديالي ما فيهاش يعني شي حاجة اللي مهم، نتمنى تكون عجبتكم. حكايتي فيها غير نصيحة، فيها العبرة، فيها بزاف د الحاجات اللي تقدر تفهموا أي وحدة اللي طاحت في نفس الغلط اللي طحت فيه أنا. قراو قراو، إيه كتقرا شي قراية تكملها، خيو راسكم من الزواج وتصنتوا لنصائح هاد الوالدين ديالكم. راه الوالدين ديالكم هما اللي كيبغيو لكم الخير. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الحكاية. البنات ما تنساوش تواصلوا مع صاحبة القناة، راه واحد البنت اللي الله يعمرها دار، شجعوها تكبر لها قناة ديالها ونكونوا عائلة وحدة. اللي عندها شي مشكل تحطوا في القناة ديالها، هي خلت رقم التواصل وتنزل لكم الحكاية ديالكم ونتمنى تكون عجبتكم هاد الحكاية واستفدتوا منها ولو غير شوية. ويلا البنات ما نزيدش نطول عليكم، خليت لكم الراحة وفي أمان الله.